السلام عليكم. شلونكم حبايب؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة. حبايب، دا اسوي لكم اليوم لفائف او فطيرة الفواكه المجففة او الفواكه المجففة هي تقريبا. بس انا اليوم عندي بس كشمش وزبيب وجوز ولب جوز المبروش. عندي هنا أنا العفو، عندي كيلو طحين. هذا كيلو رشيت عليه رشة الملح. كاسة زيت. كاسة ونص مي، لأن هذه كاسة ونص ويا الخميرة. عندي مجموعة زبيب وكشمش. عندي جوز الهند وجوز مكسر ويا رشة هيل. ملعقة كوب فانيلا أو حسب الطعمات اللي تريدوها، إذا تريدون هيل، تريدون مي ورد. ملعقة أكل بيكنج باودر والخميرة نجهزيها ويا رشة الملح. هسه نبلش. والصوص مالتها أنا مسويت لكم إياها قبل كم يوم. سويت لكم اللفائف. أطبخها يعني أشويها بالحليب المكثف، حليب وشكر. شوية أغليه على النار لحد ما ينطيني الكثافة. هسه راح أبلش أضيف الشغلات الناشفة. هذا أعجنه وياه، طبعا ينطيني طعم كلش طيب. الجوز الهند والجوز المكسر، وطبعا بيه شوية شكر، وجزء من الفواكه المجففة أو الكشمش أو الزبيب. طبعا هذول العجاين ما أعرف، سبحان الله، جديات والله العظيم. أضيف الخميرة ونسولف. يعني ما أعرف، رأسا تجيني أفكار نضيف الزيت وأبلش أشتغل بيها، يعني بدون يعني مقادير أو شيء. أنا يعني عيني ميزاني. هذه شوية مي نخلي بالبداية نعجنها. طبعا هذولا صاروا أخير مرحلة، انتهينا. نبدي نعجن لحد ما تتكون عندنا عجينة متماسكة. هسه أعجنها وأرجع لكم. هاي يعني خلصناها العجينة بهالطريقة، عجناها ونتركها تتخمر. اختمرت وفتحتها بهالطريقة. هسه هاي مو كلها طبعا، هذه جزء. نرجع نلفها. بهالطريقة نسويها حتى تعطينا هاي الطبقات الحلوة. وهاي بعد ما نكمل شغلها همينا نتركها ترتاح، يتضاعف حجمها. يلا ندخلها للفرن. هسه أنا هذه راح أقطعها وأسويها على أشكال لا على التعيين، يعني نسوي لنا ديكور.
واحدة بصف الثانية ونتركها تتخمر. بهالطريقة. نجيب العجينة الثانية ونسويها بنفس الشكل. يعني جهزت صينيتين لأن احتمال تصير أكثر. طبعا هذه كلش طيبة، يعني احنا دائما كنا نشتريها جاهزة، بس عجينتها يعني ما أعرف، ما ينطون سر المهنة المحلات الحلويات، فسويتها أنا على طريقتي بهالطريقة هذه. إن شاء الله تعجبكم، صدقوني كلش طيبة كلش طيبة. وعجينتها طبعا على فكرة من تسووها بهالطريقة تصير خفيفة، يعني شلون نوصف لكم إياها، يعني متفاتحة شلون عجينة الكرواسون تقريبا، يعني بهالشي. تدخل الفواكه طبعا هذه كلش حلوة لمن يجي ضيف، دخلوهن جوا ذني. بهالطريقة. وهذه هذا شكلها. نتركها نغطيها ونتركها تتخمر، تتضاعف حجمها بعد. وأراويكم الخطوة الثانية. هسه أبلش أسوي الباقي. هاي عيني الشكل الباقي العجينة. نخليها بهذا الصحن. هالطريقة. ونبدي بأصابعنا نوسعها. هذه الرولة اللي سويتها هي اللي تنطينا هذه الطبقات الحلوة. ها كل شوية وأجي أسويها بهالطريقة لحد ما توصل إلى آخر الصحن. هنا نبدي نضيف شنو عندي شكلي عجبك تضيفين. أنا ذاك الصحن بعدني ما مخليت له. وندخلها بهالطريقة وأتركها تتخمر ويا أختها. يعني اختمرت بهالطريقة. شوفوا شلون صارن. هسه جهزت لهم بيضة وملعقة حليب، راح ألمعهم وأذب لهم الحليب المكثف. والفرن قبل ما أقول لكم على الفرن، ضفت لها كاستين زيت وكاسة ونص المي اللي أنا قلت لكم عليه. زين عيني. والفرن هذا أنا أخليه أفتح الفوق والجو سوا،
واخليه جوه ويتحمرن سوا، يعني ما راح احتاج اصعده لي فوق، وانتوا تراقبوا طبعا بهالطريقة. وهذا البيض اكو قسم من عندهم ما يحبون الريحة مالته الزفرة، تقدرون تخلوا له لو فانيلا لو رشة مي ورد تروح الزفرة من عنده، او ملعقة صغيرة يعني نقطة صغيرة خل التفاح. بس افضل انا المي الورد مي الزهر او الفانيلا ينطيكم نتيجة مضبوطة. وللتلميع المعجنات المالحة تخلون لبن تقدرون تلمعون به. هسه نضيف جزء من هذا هنا، وندخلها للفرن. هاي يعني كملناهم بهالطريقة وزيناهم بالسكر المطحون وتحمروا ما أحلاهم. وعلى فكرة اللي فرنه كلش حامي يفتح بس التحتاني لحد ما يشوفه تحمر، يلا يصعده للفوق يفتح الفوق. مع تحياتي.